السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. اسفة طولت عليكم قوي، بس النهاردة جاية اصالحكم واعمل لكم احلى سندوتش برجر زي بتاع ماكدونالدز، ويمكن اطعم واحلى بكتير من الجاهز واوفر كمان. هتجربيه ومش هتندمي. وكمان هنعمل صوص البيج ماك بتاعه، بتاع ماكدونالدز بالظبط. وهنعمل كمان سلطة الكولسلو. يعني كده فيديو شرح نفسه من الاول للاخر، يعني من الالف للياء. بس اتفرجي على الفيديو للاخر عشان في شويه تكات وحاجات هقولها لكم، وان شاء الله هيعجبكم. بس ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه. وزي ما تعودنا في كل فيديوهاتنا هنسمي الله ونصلي على الرسول عشان همكم يزول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا يا بنات نبدأ الفيديو ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنبدا بيها هي البطاطس. بصوا يا بنات، البطاطس بصي قطعناها ازاي عشان تطلع معاكي بطاطس زي فرم في تجيها من بره. لازم تتقطع بسمك واحد ورفيع زي ما انا وريتكم. طريقتها سهله قوي. هتجيبي ميه و... وهتحطي فيها البطاطس تنقعيها فيها زي ما انتوا شايفين، وهتحطي لها ملح معلقتين كده حلوين، ملح او 3 بتوع الاكل الصغيرين. وهتبدأي تنقعي فيها البطاطس، وكمان هنحط معلقة خل صغيرة. دي هتخليها مقرمشة وهتخليها زي بتاعة الفارم فريت. ونسيت كمان اقول لكم احط ايه، معلقتين سكر او 3. يبقى مثلا 3 معالق ملح، 3 معالق سكر، معلقة معلقة خل. كل ده يا بنات معالق صغيرة. هندوب كل المقادير دي مع بعض كويس في المية، وهنبدأ ننزل بطاطس. البطاطس دي ممكن نسيبها مدة مثلا نص ساعة او ساعة بالكتير. آم، الخل هيقرمشها والملح والسكر زي ما انت حافظه فيها. تعالي تاني حاجه نعمل الصوص. ايه هو الصوص؟ هنختار نوع مايونيز كويس. هنجيب منه 3 معالق كبار. هنحط عليهم معلقتين او 3 سكر صغيرين. عايزه تزودي الكميه زي ما انا مزوداها ممكن، يعني هو اقل حاجه معلقتين 3، بس ممكن تحطي اكتر. انا حطيت 5 معالق. وهنحط خل معلقة كبيرة، بالمعلقة الكبيرة كام معلقة؟ 3 يا بنات. يبقى 3 خل، 5 سكر صغيرين، ومعلقتين او 3 مايونيز كبار. هنحط نص معلقة ملح صغيرة، ملح طعام. هنحط ربع معلقة فلفل اسود، ويفضل طبعا فلفل ابيض، بس انا ما كانش عندي. الصوص ده كله هنقلبوه مع بعض. وهنزود كمان بهارات، نص معلقه صغيره توم باودر. وهنحط نص ليمونيه. كل المقادير دي يا بنات عشان ما تتلخبطوش هحطها لكم في صندوق الوصف. انتوا اتفرجوا بس على الطريقه ازاي، وانا هحط لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. الصوص ده هنقلبوه كويس جدا جدا جدا. وهنحطه على جنب. صوص ايه ده يا هبه؟ ده يا بنات صوص الكولسلو. لازم يتحط في التلاجة ويتساب عشان يجي يعني كل ما الكولسلو يقعد في التتبيله دي ويشرب منها، كل ما هيدينا طعم حلو. الكولسلو بيحتاج جزرايه كده زي ما انتوا شايفين وسط، بصلايه صغيره خالص. وبيتعمل يا بنات من الكرنب مش الكابوتشي. الكولسلو اللي بيتباع بره في ماكدونالدز او اي في محل بره بيتعمل بالكرنب. كرنب الايه، كرنب السلطه اللي هو بيبقى صغير. بنشيل منه العروق ونقطعه زي ما انتم شايفين. عايزه تقطعيه زي ما انا بقطعه ماشي. عايزه تفرميه في الكبه يبقى انعم ماشي. عايزه بصوا ده بالسكينه.
عايزه يبقى انعم ممكن تبشريه زي ما انا ما ببشره بالمبشره. عايزه اسهل على نفسي ممكن احطه في الكبه. بصوا زي ما انتم شايفين الطريقه اللي تعجبكم. وهنبشر برضو البصلايه وبرضو والجزرايه. هنحط كل الخضار ده على بعضه، والصوص اللي لسه عاملينه من شويه هنحطه عليه ونسيبوه في التلاجة بقى ساعتين 3 من قبليها بيوم ممكن تعمليه. بيبقى احلى واحلى كمان، بيشرب من بعضه. بصوا زي ما انتم شايفين كده ممكن تحطي له زباديه، في ناس بتحط زبادي، في ناس بتحط لبن. بس يعني انا بعمله لكم زي بتاع بره بالظبط. تمام، هنحطوه على جنب ونحطه في التلاجة. ونبدأ تاني صوص البيج ماك. ايه هو صوص البيج ماك؟ معلقة مايونيز، معلقة كاتشب كبيرة، معلقة مستردة، آه، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة توم باودر، رشة ملح، ونص معلقة شبانات كمان، آه، 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 نص معلقة شبانات بابريكا. وهنحط معلقة عسل، ويفضل طبعا العسل. وهتحطي بقى خيار مخلل، وتحطي خل، هتحطي تاني مايونيز عشان التتبيله يبقى حلو. ده صوص البيج ماك. برضه هحطلك طريقته تحت. انت اهم حاجه بصي على بنعمل ايه والمقادير تحت. هنجيب طبعا اللحمه بتاعتنا اللي هنعمل بيها البرجر، هنحط لها بهاراتنا برضه. هكتب لكم البهارات تحت زي ما انتم شايفين كده. كاتشب، هنحط معلقتين، هنحط لها بيضه ايوه. بهاراتنا ملح وفلفل بابريكا، ممكن رشة جوز الطيب وممكن نستغنى عنها. هنحط 3 معالق دقيق. ليه يا هبه بتحطي دقيق؟ عشان يمتص السوائل اللي هي بتاعت البصلة، اللي هي بتاعت الكاتشب. وجربي حطي كاتشب كده هيدي للحمة طعم تحفة. انا هكورهم. انت عايزة تعملي بوزن معين، هو ب62 او 65. عايزة بقى تعملي كده مجرد كشكل يعني بالنظر براحتك. ما عنديش انا المكبس بتاع البرجر هقف، لا مش هقف. هجيب اي غطا برطمان زي ما انتم شايفين، واحط كيس من تحت وكيس من فوق، وهضغطها زي ما انتم شايفين. بصوا يا بنات زي ما انتوا كده شايفين، بص احنا ضغطناه ازاي. مش المكبس مش هيوقفنا، مكبس البرجر ممكن تعمليه عادي، ممكن تعمليها على ايدك، مش شرط اساسا مكبس، تعمليها عشوائي كده. بصوا يا بنات، ونحاول ان هو ما نرفعهاش قوي ولا نتخنها قوي، عشان يستوي اللحمه بتاعتنا تستوي معانا كويس. بصوا زي ما انتوا كده شايفين. هنعمل صوص تاني برضو هنفرده في العيش. ايه هو؟ معلقه برضو كاتشب على معلقه مايونيز. هنقلبوهم كويس. ونحط لهم مثلا رشه ملح صغيره. هنحط برضو مستردة. ده هنفرده على العيش يا بنات. هنحط توم باودر، بصل باودر، شويه ممكن فلفل اسود، زي ما قلت لكم حبه ملح. كل المقادير دي هحطها لكم. وميه المخلل لو عندكم ميه مخلل حطوها، بتودي الصوص ده في حته تانية خالص. طبعا الخضار بتاعنا هنقطعه طرنشات. بصل، في ناس بتحط البصل على النار بتشوحه بحته بحبه زيت. لو حابه كده تعمليه ممكن، انا ما عملتوش بصراحه. بس في ناس بتشوحه كده بمعلقه زيت. هتقطعي طماطم، هتقطعي كابوتشي، هتشيلي منها برضو العروق. الخضار اللي يعجبك بقى حطيه. هتحطي زيتون مخلل، هتحطي خيار. بصي انتي بقى وراحتك. انا بوريكم الاساسيات، وانتي بقى عايزه تزودي زودي، عايزه تشيلي براحتك. تمام، يبقى احنا حضرنا صوص الماكدونالدز البيج ماك، حضرنا اللحمه، حضرنا الخضار بتاعنا، عملنا البطاطس زي ما انتم شايفين. بصوا طريقه ازاي يا بنات، جربوها بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي، وهتلاقيها كأنك شاريها جاهزة بالظبط. احنا قلنا عملنا الفيديو ده من الألف للياء. هي الحاجة الوحيدة اللي ما اتعملتش العيش، لان كان الفيديو هيطول قوي، فما اضطريت يعني ما رضيتش ان انا اطول قوي، واشتريت عيش من بره. بس لو حابين طريقة العيش قولولي واعمل لكم فيديو ان شاء الله. بصوا احنا بنحمروها يا بنات نص تحميرة عشان تبقى مقرمشة كده، وزي اللي انت بتشتريها من بره الفارم فريتش. يا دوب بصوا بتصفر ازاي في زيت غزير. اهم حاجة يكون سخن،
وتطلعيها بقى يا بنات، يا اما تطلعيها على ورق زبدة زي ما احنا شايفين، يا اما بتطلعيها على مصفى. تمام. وبترجعي تاني هوريكم تاني بنحمرها. هنجيب ووك او طاسة، هنحط فيها حتة سمنة او زبدة او زيت براحتكم، ونبدأ نحمص العيش. في نفس الطاسة دي برضو هنبدأ نحط البرجر بتاعنا اللي احنا عملناه، اللي هي اللحمة اللي احنا عملناها. برضو قلتلكم المقادير بتاعت الساندوتش ده كلها هحطها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو. زي ما انتم شايفين كده هنقليه. انا زودت شوية زيت غصب عني، معلش انتوا ممكن تقللي الزيت خالص، تحطي يا دوب لو عندك ووك تانية اللي هي ما بتلزقش. بصوا زي ما انتم شايفين كده هنبدأ نحمروه على الناحيتين لغاية لما يحمر كويس يا بنات. صوص الجبنة ده سهل جدا، لو برضو عايزينه انا عملته برضو في البيت قولولي وانا اعمل لكم فيديو بيه مخصوص. طريقته سهلة قوي قوي قوي، بدل ما تشتريه من بره، عايزة تشتريه جاهز برضو براحتك، بس انا كنت عاملاه في البيت. صوص سهل قوي وبسيط، ومكوناته موجودة عندنا، ومش مكلف زي بتاع بره. بس انت حابة تجيبيه بقى من بره براحتك. ولو قلت لكم عايزين الصوص دوت برضو اكتبوا لي في التعليقات تحت الفيديو، وانا اعمل لكم فيديو بيه ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده هنبدأ نطلع البرجر. بصوا انا حطيت الصوص الجبنة عشان يبدأ يسخن معايا ويسيح على البرجر. تمام. هنبدأ نصفي كويس البرجر ونطلعه ونبدأ نعمل سندوتشاتنا بقى. هتعملي سندوتشات ازاي؟ التكات بتاعتنا هقول لكم. بصوا البطاطس بعد ما طلعتها نص قليه وسبتها تهدى خالص، يا اما على مصفى او شبكه، يا اما على ورق زبده. ما نحطوش على ورق مناديل يا بنات عشان ما يلزقش فيه، نصيحه يعني، ودي تكه، ما نحطوش على ورق مناديل. هنبدا نحمر تاني. بصوا زي ما انتم شايفين، كان نفسي اسمعكم الصوت بس كان في دوشه فما كانش ينفع احط الصوت الاصلي. ادينا حمرنا البطاطس، عملنا الصوصات بتاعتنا. انا زي ما انتم شايفين هحط الاول الصوص اللي انا عملته، وهنحط الكابوتشي بتاعنا، هنحط البرجر، هنحط البصل، ايا كان بقى انه الاول انه الاخر انتوا بقى براحتكم. هتحطي خيار مخلل، عايزه تحطي زيتون براحتك. وهنبدأ نقفل عليه. هنحط طبعا جنبه صوص الميك باج اللي انا عملته لكم، هنحط الكول سلو ويا رب الفيديو لغايه هنا يكون عجبكم. اسفه اني ما قلتش تفاصيل جامده قوي، او ما قلتش المقادير كويس، بس انا هكتبها لكم بحيث ان انتوا تركزوا في الفيديو احنا عملنا ايه. وان شاء الله هكتب لكم تحت الفيديو المقادير بالظبط عشان ما تتلخبطيش. يا رب يكون لغايه هنا الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك الحلو، ولو ما اشتركتيش في القناه اشتركي في القناه. واشوفكم على خير في فيديوهات تانية، وان شاء الله مش هطول عليكم، والفيديوهات جايه هتبقى احلى واحلى. اشوفكم على خير. باي باي يا بنات، مع السلامه.